بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من برنامج الكورة مع العشر. مبروك لنادي الزمالك ومبروك لفريق بروسكي. وهقول لكم ليه دلوقتي. مبروك لنادي الزمالك الفوز بنتيجة 3-2 على بروكسي في دور ال 32 بنتيجة 3-2 لصالح نادي الزمالك. وليه مبروك لنادي بروكسي؟ أولا، بروكسي ده نادي تأسس سنة 2018، لعب في الدرجة الرابعة 2019 و2020، ثم إلى الدرجة الثالثة، ثم إلى الدرجة الثانية، والآن بيحتل في الدرجة الثانية المركز السابع، بينافس على الصعود لدورة الترقي. فرقة محترمة، فرقة كبيرة، عندهم لعيبة محترمة، عندهم لعيبة رجالة، عندهم لعيبة مش هو الأحسن، بس لعيبة عندها دم، ولعيبة مقدرة قيمة النادي اللي بتلعب فيه والاسمها والتاريخها. وطبعا لو كانوا كسبوا الزمالك كانت هتبقى بالنسبه لنادي الزمالك فضيحه، وبالنسبه للبروكسي بطوله زي بني عبيد. لحد النهارده بني عبيد بيحتفل بفوزه على نادي الزمالك 1-0 في استاد المنصوره في كاس مصر برضه في دور ال 32، كان بهدف السيد المندوب. وانا مش بروشن ولا بحفل على الزمالك، انا زملكاوي وبيتحرق دمي في اي ماتش الزمالك بيبقى مستواه في النازل. وامبارح مستوانا كان وحش، ولكن احنا كسبنا بالمعنى العربي كده بروح الفانيلا باسمك. لما عدلت التشكيله يا اسوريو في الشوط الثاني، وانا مش بلومك لان انت مالكش ذنب، انت اللي انت عملته صح، انت بتعمل روتيشن، ريحت لي زيزو اللي اصلا مجهد، وكويس انك ريحته. ولكن كان نفسي باللي انا شفته امبارح ان كان يبقى موجود حتى على الدكه. فتوح سايبه على الدكه، ما انتش عايز تغامر بيه. عندنا ماتش الاسماعيلي ان شاء الله يوم السبت بنجهز له. عندنا فعلا لعيبه كلمه تيشيرت نادي الزمالك كبيره عليها، كبيره عليها. اصلا حرام يعدوا على سور نادي الزمالك، قال لك كابتن رؤى مودريتش اللي كان شايل الشاره، ومفكر نفسه كابتن. واحد من الجمهور بيكلمه بيعمل له كده يا رؤى انت نسيت نفسك يا ابني. انت ما تحلمش اصلا انك تلبس تيشيرت زي ده، ولا تحلم في يوم من الايام انك تشتري شرط الكابتنه. انا ما اعرفش اصلا مين اللي عمل لك كده اساسا، مين اللي قعدك الفتره دي لحد دلوقتي في نادي الزمالك، ومين اللي خلاك تشتري الكابتنه. ماشي، احنا عارفين الكابتن ده يا اما ابن النادي يا اما اقدم واحد في الفريق او اقدم لاعب في التشكيله اللي موجوده. ماشي، عارفين انك اقدم واحد، بس ما يعني انا مش عارف. فقرار نادي الزمالك مدير الكوره كابتن عبد الواحد السيد توقيع عقوبه غرامه ماليه كبيره على رؤى، وان شاء الله يتم استبعاده ماتشات نادي الزمالك لفتره كبيره. التشكيله اللي كان عملها اسوريو 4-3-2-1. محمد عواد في حراسه المرمى، حاتم سكر الجون الاولاني هو السبب فيه، وبرضه شبه الجون الثاني من البدايه، نعم ضربه جزاء على شبانه من وحي الخيال من الحكم وليد عبد الرازق، وزيها لشيكابالا طبعا لا يتم احتسابها. لو شيكابالا مش ضربه جزاء يبقى اللي على شبانه ما هيش ضربه جزاء. ولكن طبعا معروف حكامنا في مصر عاملين ازاي، والمتعه التحكيميه في مصر جميله ازاي. ضربه جزاء لنادي بروكسي يجيب منها الهدف الثاني، والجون الاول اللي جاء عن طريق اللاعب الناشئ حاتم سكر الباك الشمال مكان احمد فتوح. ولد لسه صغير له مستقبل. الجون الاول اللي جابه جون كويس مش وحش، لاعب حلو. الماتش اللي فات اللي قبل بروكسي كان عامل ماتش كويس جدا وقلنا عليه لاعب كويس وخامه مبشره. وده مش شرط ان هو لازم يبقى حلو ولا لازم يبقى وحش، ياما عتاوله بتغلط غلطات. فخير وركز في اللي جاي، انت لاعب كبير ليك مستقبل في نادي الزمالك ان شاء الله، وانت من نادي النادي اللي احنا عارفين انت لاعب ازاي، وكنت في قطاع الناشئين عامل ازاي. ومش اي حد يطلع من قطاع الناشئين للفريق الاول. لو بيحصل واسطه تحت مش هتحصل واسطه فوق، لو بيحصل واسطه تحت مش هيحصل واسطه فوق. فانك توصل تتدرب مع الفريق الاول ثم تلعب ماتش واثنين وثلاثه كلاعب اساسي، معنى ذلك ان المدربين اللي بيدربوك عارفين انك لاعب كبير، واحنا منتظرين منك ده. اللي خلى صبحي واللي خلى عواد، انا اسف، واللي خلى يوسف اسامه، واللي خلى سيف جعفر، واللي خلى نيمار، واللي خلى فتوح، واللي خلى حسام عبد المجيد مش هيخلى حاتم سكر، واللي خلى محمد طارق برضه عشان ما ننساش اسمه
مش هيخلي حاتم سكر لاعب حلو. فاحنا منتظرين منك الكثير، غلطه وتتعلم منها وتركز الفتره الجايه يا حاتم، وربنا يوفقك. الدفاع حسام عبد المجيد، محمود شبانه. وطبعا الباك الشمال كان منقسم بين حمزه المسلوسي ونيمار، شويه ده وشويه ده، وكان الاكثر نيمار هو الباك الشمال. ولكن نقطه لحسام عبد المجيد وشبانه، هو انتوا في ايه؟ او حسام عبد المجيد، هو انت في ايه يا كابتن حسام؟ حته لاعب مع احترامي له، والله مع احترامي له، في الدرجه الثانيه يلفك لفه زي ديت؟ يعني ده انت مدافع يا ابن نادي الزمالك، يعني اتعلموا شويه وبطلوا السهر بتاع بالليل. يعني اصروا يعملوا لكم التدريبات الساعه 7 الصبح و8 الصبح عشان تفوقوا، وبرضه لسه زي ما انتم. يعني مش عايزين نتكلم على حاجات مش وقتها، احنا عايزين نركز دلوقتي. الماتشات اللي جايه لنا عايزين نحسم مركز تاني، فمش وقت نطلع فيه فضايحنا ومش وقت نقرص فيه عليكم. فركزوا، الله يهديكم والله يخليكم. انتوا بتلعبوا في نادي كبير له جمهور كبير، واصلا التيشيرت اللي انتوا لابسينه والله ما تستحقوا انكم تلبسوه. انا لسه مشكر دلوقتي في حسام عبد المجيد لما اتكلمت على حاتم سكر وبعض اللعيبه، ولكن حسام الفتره ديت مذبذب. هل فكر نفسه ان هو خلاص بقى فان دايك ولا متب زي ما احنا بنقول؟ اركز يا ابني، انت لسه شاب وناشئ، وممكن مستواك وممكن حياتك تخلص خالص من الكوره، وانت عارف قصدي ايه. نص الملعب دونجا ورؤى وسيف او حمزه المسلوسي، سيف رو جعفر، يوسف اسامه نبيه. في الهجوم سامسون على الله حكايته، نبيه على الله حكايته، دونجا صفقه لبسناها، رؤى كابتن مودريتش، حمزه المسلوسي الراجل، ده الاجنبي الوحيد في تيم نادي الزمالك او في الاربع اجانب اللي يستحق اضرب له التحيه واضرب له السلام. سبب الجول الثاني، بيلعب برجوله في الملعب، اي غلط على نادي الزمالك بتلاقيه بيحتج على الحكم كانه ابن النادي، وعارف يعني ايه قيمه نادي كبير بيلعب فيه. ده لاعب تونسي، لاعب محترف. لو جاله اللاعبين المحترفين دول، معروف ان لما بيجي له نادي تاني بفلوس اكتر بيروح عادي. يعني بالعربي لو كان جاله اي نادي ما بفلوس اكتر كان ممكن يروح. ولكن لاعب زي ده عامل، يعني انا مش عارف اوصفها لكم ازاي بالمعنى، ولكن هو لاعب راجل. انا مش عايز اوصفها، مش عايز اذكر اسماء ناس تانية واسماء انديه تانية، ولكن انا دلوقتي بتكلم على نادي الزمالك في مباراه بروكسي. عايزين نركز يا جماعه، الماتشات كتير، احنا مستنيين فاركو والمصرية اتصالات، الكسبان بينهم ان شاء الله هيقابل نادي الزمالك في دور ال 16 في كاس مصر. فعايزين نركز يا رجاله. اوسوريو عمل تبديلات في الشوط الثاني، طبعا بنزول شيكابالا ونزول نضاي ونزول الجزيري اللي جاب الجون الثالث. فعايز يعني الجزيري برضه مهما كان بيجيب اجوان، ولكن لا يصلح لنادي الزمالك. الجزيري وسامسون وبالحج لحد دلوقتي انا مش عايز الومه ومش عايز اقيمه. انا لسه ما اديتلوش فرصه كامله ولسه ما اديتلوش ماتش كامل ان انا اقدر اقيمه. ولكن بالمره اوسوريو واحنا بنعك في التشكيل نعك معاه بالحج وننزله. اوسوريو في 3 ماتشات لعب 22 لاعب، 2 الحراس ويعتبر الدفاع كله ويعتبر نص الملعب كله. فاسوريو لحد دلوقتي لعب 22 لاعب في التشكيله بتاعته مختلفين، 22 لاعب مختلفين. فهو الراجل طبعا بيقيم وحقه يقيم، وعنده ماتش الاسماعيلي اكيد 90% هيبقى برده في تبديل اعجازي وتبديل غريب. فاحنا مستحملين، اهم حاجه ال3 نقط ان شاء الله يا اسوريو. وعايزين بجد فعلا هيحصل مجزره في الانتقالات السنه الجايه لنادي الزمالك، هيحصل مجزره في الانتقالات الانتقاليه لنادي الزمالك الموسم الجديد. وان شاء الله اتمنى الانتقالات دي تتعمل قبل البطوله العربيه، لان منظرنا ده لو رحنا البطوله العربيه احنا احسن لنا اصلا ما نروحش. والله احسن لنا ما نروحش. سيبك من النصر السعودي، هو ماتش واحد اللي هتلعبه، سواء هتتعادل هتكسب هتخسر، هو ماتش. عندي ماتشين تانيين لازم اكسبهم، ماتشين ب6 بونت. وعندي ماتش النصر، كسبت خسرت اتعادلت، لو انا كسبت الماتشين هصعد ان شاء الله. ولكن بالتيم ده اذا كان ما كنتش عارف اكسب بروكسي، هكسب النصر السعودي او ايا كان مين هلعبه. فربنا يستر طبعا على لعيبه نادي الزمالك. فتحيه وشابوه لمدرب نادي بروكسي والمدرب المساعد احمد سمير لاعب نادي الزمالك. لاحظوا كده ولاد نادي الزمالك الرجاله
لما بيجوا يلعبوا قدام الزمالك بيلعبوا برجوله وبشرف، ومدربين لهم مستقبل. احمد سمير اللي لعب قدامنا امبارح، احمد عيد عبد الملك، احمد مجدي اللي معانا دلوقتي، احمد عبد الرؤوف اللي دلوقتي مع بلديه المحله، حسين ياسر المحمدي اللي كان في قطاع الناشئين وبقى في الفريق الاول ثم ان شاء الله هينزل قطاع الناشئين. ففي اسماء كتير رنانه الفتره الاخيره من ولاد نادي الزمالك انتشروا في فرق الدوري، سواء مدرب عام سواء مدرب مساعد سواء راجل اول. فطبعا كل الدعم للمدربين الرجاله اللي عارفين معنى لقمه عيشهم وبيلعبوا صح، وما بيهمهمش هما بيلعبوا مين، يهمهم يكسبوا. شفنا الجون الاول لبروكسي، احتفال احمد سامي كان عامل ازاي؟ هو نفسه يحتفل وفرحان ان فرقته جاب الجون في نادي كبير زي نادي الزمالك، ولكن هو زملكاوي لف ظهره للملعب وعمل كده. مبسوط للجون، مبسوط لفرقته اللي بياكل منها المام اكل عيشه، ولكن حزين ان الزمالك دخل في جون من فريق درجه تانية. فاحترامنا ليك طبعا يا كابتن احمد، ومبروك بجد، مش هارد لك، مبروك بجد. حتى لو انتوا وحشين في الدرجه الثانيه فانتوا اثبتوا ان انتوا فرقه كبيره وعندكم لعيبه كبيره. وبالمناسبه في لاعب او اتنين بيلعب في بروكسي اتعرض على نادي الزمالك ببلاش، ونادي الزمالك ودن من تين ودن من عجين. طبعا احنا عارفين الانتقالات بتبقى عامله ازاي، فاتمنى بجد من نادي الزمالك الفتره الجايه يركز على القسم الثاني، يركز على القسم الثاني. والله في مواهب مدفونه احسن من ناس بنروح نشتريها بملايين، احسن من ناس بنروح نشتريها بملايين. مصطفى فتحي لما الكابتن محمد صبري رشحه احنا جبناه ازاي؟ عارف باين كانوا 30,000 جنيه واكلة فسيخ. ان شاء الله نقدر نخلصها في اي والله اكلة فسيخ، نقدر نخلص اي لاعب من اي فرقه بنفس النظام. بس طبعا مش هيبقوا 30,000، يبقوا 300، يبقوا مليون، مش خساره في اي لاعب هجيبه من قطاع الناشئين. انا اسف، من الدرجه الثانيه بيكون لاعب كويس. والله حتى قطاع الناشئين في جواهر مدفونه ومش ظاهره، جواهر مدفونه ومش ظاهره، وان شاء الله الفتره الجايه تظهر. نادي الزمالك نادي كبير ونادي عظيم ونادي له جمهور بالملايين، ولكن عيب اللي بيحصل في نادي الزمالك من لعيبه. مش كفايه لقيناها، مش لقينا من التحكيم، مش كفايه اتحاد كوره، مش كفايه وزاره رياضه، انتوا كمان كلعيبه مش مقدرين قيمه الجمهور وقيمه التيشيرت اللي انتوا لابسينه. يبقى حرام بجد انكم تكملوا معانا الدوري. اخرا الزمالك يستعد لمباراه الاسماعيلي يوم السبت في استاد ان شاء الله، مباراه الدوري المصري الاسبوع ال 24. عاش نادي الزمالك وعاش الله في قلوبنا. اتمنى اوسوريو يلعب بتشكيل الاول من البدايه قوي، نكسب بالاسماعيلي وبعد كده يجرب ويعمل الروتيشن اللي هو عايزه مع بقيه الفرق، لان الاسماعيلي لسه خارج من خساره امام بيراميدز بنتيجه 3-1. فطبعا عايز يلعب الزمالك يقول لك ما ينفعش اخسر ماتشين ورا بعض، فطبعا ربنا يستر مباراه الاسماعيلي تعدي على خير ونكسبها ان شاء الله، واهمها 3 بونت. وللاسف انا كان نفسي اقول الدوري الزمالك، ولكن بقول يا رب المركز الثاني لنادي الزمالك. عاش الزمالك وعاش والله حبه في قلوبنا. لما اتولدنا ما اخترناش اسامينا، لكن اخترنا نادي الزمالك يكون هو نادينا.